بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا رؤية؟ عاملين ايه؟ معاكم نصرة. يلا كده يا رؤية، دعمونا واشتركوا في القناة. طبعا شفنا ماتش منتخب مصر مع زيمبابوي. الحمد لله مصر كسبت 2-1. بس أداء برضه مش مطمئن قوي، يعني مفيش جديد حصل، مفيش كور حصلت، مفيش جمل متفقين عليها، مفيش جمل اتكررت كتير. احنا بدأنا شوط أولاني كويسين، ربع ساعة ضيعنا جونين تلاتة. لو كان واحدة فيهم دخلوا الاتنين دخلوا كان الماتش هيفتح، والماتش كان هيبقى سهل. احنا صعدنا عن نفسنا. اعتقد كابتن حسام برضه صعب أوي إن أنت تطلع إمام عاشور في أول نص ساعة منه، كان موجود كويس وعمل شغل كويس، إلا بقى لو كان مصاب برضه تحسب عليك أنت ازاي تلعب واحد هو راجع من إصابة وأنت شايف إن هو مش هيقدر ينفذ لك تعليماتك، فأنت تسحبه في الدقيقة 30 وتنزل مصطفى محمد اللي هو برضه ما أضافش كتير لمنتخب مصر، ما عملش حاجة منتخب مصر، يعني أنت ما طلعتش إمام، نزلت واحد مثلا فرق، ده كان بالعكس. كانت الدنيا برضه زي ما هي، مفيش حاجة خلاص، مفيش جمل تكتيكية، مفيش. منتخب مصر مش حلو من الآخر، يعني مش بس نجيب من الآخر، منتخب مصر مش حلو. منتخب مصر لعب فريق منظم بيهاجم ويدافع، يعني الحقيقة تعبنا كتير يعني. منتخب جنوب أفريقيا كويس، أنا شفت الماتش بتاعهم بتاع أنجولا. أنجولا برضه كويسة، بس منتخب جنوب أفريقيا أقوى من أنجولا، فربنا يستر إن شاء الله مع منتخب مصر. مش في حاجة تتكلم فيها يعني، فاهم؟ أنت كل الكور اللي أنت بصيت عليها الماتش اللي شفت الماتش التاني هتلاقي كل كور حاجات فردية، شوطة رفعة بتاع مش عارف ايه، لكن مفيش جمل جوه 18، مفيش جوه تعمل بالعرض مثلا واحد يعدي، فاهم؟ الكور المتعة اللي احنا محتاجينها من منتخب مصر. احنا بنلعب مش خاطر نكسب، احنا المكسب أهم حاجة، بس برضه نقدم كورة كويسة، نعرف الناس احنا عندنا كورة كويسة. اللي عجبوني امبارح بصراحة في ماتش امبارح كان مرموش ومحمد حمدي، الباك شمال بتاع بيراميدز، و... وياسر إبراهيم كويس امبارح، وبقيت الفرقة كلها عادي. حتى محمد صلاح برضه اللي جاب الجون، وانا ما عملش غير الجون بتاع محمد صلاح امبارح، يعني مش شفناش محمد صلاح غير في الجون، يعني كانت كله مقطوعة عليها مبيلحقهاش، حاجة بتقدر تقول يعني. فالحمد لله احنا كسبنا، بس بعد ان شاء الله بعد البطولة بقى نشوف كابتن حسام حسن يعمل ايه، بس انا رأيي حسام حسن ما يكملش معانا بعد البطولة يعني، حتى لو خدناها يعني ما كانش عشان احنا وحشين، عشان احنا فزنا، او لو احنا خسرنا كنا، لو كنا ضعنا كنا نفس الكلام. كابتن حسام حسن منتخب كبير عليه للأسف، مش مش هيقدر يعمل حاجة مع منتخب مصر، أو ما عندوش فكرة عن منتخب مصر، فده هنسيبه لغاية البطولة ونشوف. بس أنا أتوقع الأقل منتخب مصر مش هيعدي المجموعة دي، ده توقعي يعني. بنقفل صفحة منتخب مصر، ونقفل ماتش زيمبابوي، نفكر في الماتش اللي جاي. عندنا برضه ماتشين صعبين، أنجولا وجنوب أفريقيا، فنشوف بقى إن شاء الله، ربنا يكرم إن شاء الله مع كابتن حسام حسن، مش فاهم يعمل إيه معاهم. دي حاجة التانية، نضاف الماتش الأهلي طبعا مع غزل المحلة، طبعا القائمة كلها ناشئين، مفيش غير حسين الشحات بس ولاش، وهم من الفرقة الكبيرة، وسيحة طبعا، عشان ماتش الأهلي عنده ماتش يوم 27 مع مصر مقصة في الكاس، فطبعا مريح اللعيبة عشان إن شاء الله يبقوا مركزين في ماتش مصر مقصة، ده أهم بالنسبة لي من ماتش النهاردة. يعني ماتش النهاردة مش فارق معانا، نتغلب نتعادل مش فارقة، بس احنا أهم حاجة ماتش مصر مقصة ده إن شاء الله بإذن الله نكسبه. احنا ملناش لعيبة كتيرة، واللعيبة الموجودة برضو أخطاء تودي كورة على الشمس يعني. فأنت كده بطولة الرابطة دي أنت واخدها تاخد تجربة، بتجرب لعبتك، ودي حاجة كويسة جدا مش وحشة. بس أهم حاجة الماتش إن شاء الله يوم 27 مع مصر المقاصة، نكون لعبة فايقة ولعبة جاهزة، ونخلص الماتش من أول 10 دقايق أو ربع ساعة نموت الماتش، عشان متعبش بعد كده. أنت ممكن في أي لحظة كده هفوات محمد شكري في ماتش بيجيلك ضربة جزاء عليك توديك ورا الشمس خلاص يعني. فإن شاء الله بالتوفيق نادي الأهلي النهاردة، وهنشوف الأهلي هيلعب ازاي. طبعا الأهلي طبعا ناشئين، يبقى أكيد محلها هتنزل فول تيم، وكابتن علاء عبد الفتاح ما بيهزرش، هيكسب سكون، وده كابتن علاء فتاح، فمش فارق معانا كتير يعني، عشان بس ايه الناس ما تتضايقش الأهلي يتغلب النهارده بنتيجة كبيرة ولا حاجة. فإن شاء الله بالتوفيق للنادي الأهلي، وإن شاء الله بعد الماتش كده نشوف الأهلي عمل ايه، وبعد كده بقى نعمل فيديو برضه على رأينا في البطولة عامة، مثلا نمسك الماتش كده يعدوا بعد كده نتكلم، لازم نتكلم على ماتش لازم نتكلم على البطولة عامة يعني. فإن شاء الله بإذن الله تنتظروا معنا فيديو جديد إن شاء الله للأهلي وبطولة أفريقيا. السلام عليكم.